4 حاجات لازم يكونوا موجودين في جدولِك يوم الجمعة، أو بالأدق يوم الخميس. عارفة إن بُكرة الجمعة، معانا النهارده من يوم الخميس بعد المغرب لحد مغرب الجمعة 4 حاجات لازم تعمليهم وتغرسيهم في أولادِك علشان إن شاء الله يبقوا ليكِ صدقة جارية. قراءة سورة الكهف، غُسل الجمعة حتى لو إحنا في عز الشتا واخدين shower امبارح، غُسل الجمعة، التبكير بصلاة الجمعة. عوّدي الأولاد إن هم ينزلوا صلاة الجمعة بدري علشان ياخدوا الأجر كامل بدري، وتعملي لنفسِك وِرد زيادة شوية من الصلاة على سيدنا النبي. المفروض بيكون في حياتنا وِرد من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوميًا، لكن ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لازم نزوّد الصلاة على سيدنا النبي أكتر وأكتر. قسّميهم بعد الصلوات ال5، لو بعد كل صلاة خدنا 100 صلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة من مغرب الخميس لحد مغرب الجمعة، لو كل مرة خدنا 100 هيبقى حلو قوي، ومن زاد فهو خير له. تخيلي بقى لو الأولاد ربنا يبارك فيهم طلعوا على كده وبقت دي حياتهم، بقت صدقات جارية ليكي، وبقت بالنسبة لنا سنة كده نسنها فينا وفي ولادنا وهم يسنوها في أولادهم، ونبقى أحيينا سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفناهم إن يوم الجمعة يوم مختلف في الأسبوع. قراءة سورة الكهف، غسل يوم الجمعة مهما كان الجو شتاء، التبكير بصلاة الجمعة، يروحوا الأولاد ينزلوا بدري فبالتالي لازم يومهم يبدأ بدري. ونعمل كلنا كده ورد من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن سيدنا النبي بيرد بنفسه صلى الله عليه وسلم عليكي يوم الجمعة.